اللاعب عندي فيكزولا بالرقم 19. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. منتخب أسود الرافدين العراقي الأولمبي على يمين الشاشة بالزي الأخضر، منتخب جنوب أفريقيا بالزي الأصفر على يسار الشاشة. جنوب أفريقيا تعادلت مع البرازيل بدون أهداف، خسرت من الدنمارك بهدف. العراق تعادل مع الدنمارك سلبا وتعادل مع البرازيل سلبا. في نفس الوقت الدنمارك متصدر المجموعة الأولى ب4 نقاط، يواجه البرازيل، والمباراتين ستحسم الآخر فريقين يتأهلان للدور ربع نهائي بعد تأهل كوريا، ألمانيا، البرتغال، الهندوراس، كولومبيا ومنتخب نيجيريا. طبعا أول هذه المجموعة سيواجه كولومبيا، وثاني هذه المجموعة سيواجه نيجيريا. كرة ملعوبة تنقطع من المدافع كودزي، عالية مقطوعة مرة أخرى، محاولة من جديد. الكرة ملعوبة عالية لصالح المنتخب العراقي، وهناك خطأ وركلة حرة لصالح المنتخب. علي حصني، سعد، أحمد إبراهيم، أحمد يهيئها إلى سعد ناطق. كرة ملعوبة إلى الجانب، علاء يلعبها، تنقطع، كرة خطرة الآن، تبعد إلى ركلة مرمى للمنتخب الجنوب أفريقي. ركلة مرمى لمنتخب جنوب أفريقيا. أذكر الأحبة المشاهدين طبعا نلعب المباراة رقم 23، لحد الآن جرت 22 مباراة، 13 مباراة انتهت بالحسم، 9 بالتعادل، 74 هدف سجل لحد الآن. اليوم منتخبنا العربي الجزائري عادل للبرتغال بهدف، الأرجنتين عادلت الهندوراس بهدف، تأهل البرتغال والهندوراس من المجموعة الرابعة. كوريا الجنوبية فازت على المكسيك بهدف. كرة خطيرة وخطرة هذه، هدف أول يسجل اللاعب جبت موتوبا لمنتخب جنوب أفريقيا نتيجة خطأ دفاعي قاتل لمنتخب العراق الأولمبي. لاحظ الكرة الرأسية تلعب، الكرة يتعدى لاعب يلعبها ما بها تسلل، وكرة تنقطع من سعد ناطق وتأتي على طبق من ماس وليس من ذهب للاعب ماتوبا اللي يسجل أول أهداف المباراة. شوف الكرة من سعد ناطق، يعني هناك غياب لمصطفى ناظم، ما أريد أذكره على الهواء لأن ما متأكد من صحته. يعني مصطفى ناظم لم يغيب فنيا، ولكن لأسباب يعني شخصية ما أريد أذكرها، يعني لأن لحد الآن لم أتأكد من الخبر. علي حصني يحاول يمر الآن، يتعدى لاعب إلى علاء، يا سلام، علي يتوغل، علي يلعب الكرة، خطرة، جول الله، بعد خطرة طالت فرصة ضاعت على المنتخب العراقي، فرصة ضاعت على منتخب العراق الأولمبي. مهند عبد الرحيم كاد أن يفعلها ويدرك التعادل بعد جملة تكتيكية جميلة ترتد من المدافع، وبالتالي تلعب إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخب جنوب أفريقيا. جملة تكتيكية، الأمل باقي، الأمل كبير، وإن شاء الله يحقق أسود الرافدين الفوز في هذا اللقاء. خيار الفوز هو الخيار الوحيد والأفضل للانتقال. كرة طويلة إلى علي حصني، تلعب الكرة ويبعدها الحارس كونيه إلى رمي التماس. بدأ منتخب العراق الأولمبي يضغط، كرة ملعوبة، ركنية لصالح منتخب العراق الأولمبي، ركنية لمنتخب العراق الأولمبي. الآن علي عدنان على التنفيذ من الجهة البعيدة، علي عدنان، حيدر نجم، هدف في وقت قاتل مبكر بعد ضغط واضح للاعبين المنتخب العراقي. يأتي هدف بطريقة يعني عكسية، عكس سير المباراة. على كل حال علي عدنان الآن يلعب الركنية، رأسية، جول! سعد عبد الأمير يدرك التعادل، رائعة من سعد عبد الأمير، يسجل من خلال هدف التعادل بالدقيقة 14 من عمر المباراة. 1 أسود أفريقيا، رأسية رائعة من الرائع القائد سعد عبد الأمير، يدرك من خلالها التعادل لمنتخب العراق الأولمبي. 1-1. حلوين يا شباب،
هناك التعادل يتواصل سلبا بين البرازيل والدنمارك. مهدي يقود المشجعين العراقيين في ملعب المباراة. أينما حل وارتحل المنتخب العراقي يكون مع هذا المشجع. كرة اللعب تذهب إلى ميكوا. ميكوا يلعب الكرة تنقطع. كرة تذهب إلى اللاعب ماسوكو، إلى فيكزولا. علاء إلى حارس المرمى محمد حميد. رأسية مقطوعة إلى رمية تماس. رمية تماس لمنتخب العراق. علي عدنان. رأسية اللعب. تبعد الكرة مرة أخرى. تعود عند اللاعب ميكوا. يشتتها ميكوا. علاء وسعد إلى حارس المرمى. سعد. رأسية تبعد. أمجد عالية إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. جمهور الله يعينه على هالفرص اللي تضيع. ركلة مرمى لمنتخب جنوب أفريقيا. تلعب الكرة عالية. أحمد يبعدها. شيركو. رمية تماس لمنتخب جنوب أفريقيا. طويلة ملعوبة الكرة. أقرب لها ضرغام. يبعدها ضرغام إلى رمية تماس. رمية تماس لمنتخب جنوب أفريقيا. الوقت بدأ يمر. هدف واحد يكفي للانتقال. بدأ منتخب جنوب أفريقيا ينظم صفوفه، يحاول يعيد نفسه للمباراة. تعود الكرة إلى أمجد. تذهب إلى شيركو. شيركو يتخلص من لاعب. يا سلام. تعود الكرة بالمنتصف. تذهب الكرة إلى الجانب إلى اللاعب أبو بكر مبارك. مقطوعة من أمام اللاعب كوتوميلا. تعود إلى أمجد. أمجد إلى شيركو. 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 أبو بكر إلى كوتوميلا. أبو بكر. كرة خطيرة تنقطع من أحمد. كرة خطرة وبرا الملعب إلى ركنية. خطرة كانت. موتوبا يلعبها إلى ركنية. بدأ منتخب جنوب أفريقيا يعيد نفسه. يعني أتمنى أن لا يكون الجهد اللي بذل المنتخب العراقي يضيع، وبالتالي يمنح فرصة لمنتخب جنوب أفريقيا بالهجوم والتسجيل. ركنية. ركنية لمنتخب جنوب أفريقيا. أول مرة يصل منتخب جنوب أفريقيا. محمد يبعتها. شيركو يشتتها. التنفيذ. ركلة مرمى لمنتخب جنوب أفريقيا. كرة عالية. سعد. تنقطع الكرة. حمادي. ركلة حرة لمنتخب العراق الأولمبي. ركلة حرة لمنتخب العراق الأولمبي. ضرغام إسماعيل. عالية ملعوبة الكرة رأسية. شيركو. وين يا شيركو؟ وين 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 يا شيركو؟ وين؟ هاي كرة جول. هاي كرة جول. ضاعت الفرصة. ضاعت فرصة هدف تضيع. هاي كبس للمرمى. وين وين وين؟ ركلة مرمى لمنتخب جنوب أفريقيا. إلى أبو بكر مبارك. أبو بكر مبارك. هناك خطأ لمنتخب العراق الأولمبي. ركلة حرة الآن. ممكن التغييرين استعجل عليهم
عبد الغني شهد. ممكن التغييرين استعجل عليهم عبد الغني شهد. ركلة حرة الآن لمنتخب العراق الأولمبي محمد حميد. طويلة الكرة عالية، رأسية مقطوعة من كودزي، تنقطع الكرة لسعد. سعد يلعب الكرة إلى حمادي وين يا حمادي؟ كرة لحارس المرمى كوني. 8 مقابل 4 الأخطاء. شيركو يلعب الكرة مهند إلى حمادي. ضاعت الكرة، كان بالإمكان إلى حمادي منطلق بدون مراقبة. الوقت يمر سريع. التعادل يتواصل بهدف. مهدي اختفى، يلا يا مهدي. أمجد، حمادي، مقطوعة الكرة. أمجد عطوان، سعد، ركلة حرة لمنتخب جنوب أفريقيا. ركلة حرة لمنتخب جنوب أفريقيا.